ليه اللابتوبات فيها مشاكل مثلا تطفي لوحدها او يضعف ادائها، خصوصا لما يكون الباتري شبه ميت رغم ان الشاحن موجود؟ بص، هو اول حاجه حته ان اللابتوب يكون بيفصل معاك او اداؤه يقل بفرق ملحوظ وانت شغال عليه، فدي بيكون ليها سببين. اول حاجه ان ممكن يكون الكارت الشاشه مثلا مش واخد وات كويس او باور كافي من الشاحن لوحده، ودي بتحصل في بعض الاجهزه. تلاقي ان كارت الشاشه لو فصلت عنه البطاريه وشغلته بالشاحن لوحده، الكارت يهرتل معاك او يعمل مشاكل معاك، مجرد ما توصل البطاريه وبرضه حاطط الشاحن الكارت يبدا يشتغل تمام. فهنا ممكن يكون السبب ان البطاريه عندك ميته. تاني حاجه ان ممكن بقى ما يكونش البطاريه ليها علاقه، ويكون العيب في كارت الشاشه او في البروسيسور او عيب سوفت وير، لان هي اصلا لو المشكله ملهاش علاقه بالبطاريه فهي ممكن يكون ليها علاقه باي حاجه تانية في الجهاز، ممكن كارت، ممكن بروسيسور، ممكن سوفت وير او ويندوز. فانت لازم اول حاجه تفسر لي الاول في كومنت القفل عندك ده بيحصل امتى وبيحصل ازاي. هل بيقفل مثلا بيجيب رساله، ولا بيجيب شاشه سوداء، ولا بيعمل شات داون عادي يجيب لك كلمه شات داون؟ فاشرح لي الكلام ده كله في كومنت في الفيديو دوت عشان اعرف ارد على سؤالك احسن.